السلام عليكم ورحمة الله. في حلقة جديدة من موجز أخبار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يسعدنا في هذه الحلقة أن نتحدث عن موضوع أو مستجد من مستجدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه المرة لا يتعلق بالمؤمنين أو بالتغطية الصحية أو بتعميمها، وإنما يتعلق بأحد المستجدات التي تهم توظيف الشباب في سلك وأسلاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لسنة 2023. فيوم 19 يونيو 2023 أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تنظيم مباراة لتوظيف 60 تقني متخصص و73 إطار بكالوريا زائد 3 سنين و89 إطار من الأطر العليا ببكالوريا زائد 5 سنوات و5 أطر في القانون بكالوريا زائد 5 سنوات و10 أطباء عاملين وطبيبان للأسنان، وذلك برسم سنة 2023. تجدون في هذا الفيديو تفصيل دقيق للمتطلبات ومقرات التعيين وعدد المناصب المطروحة للتباري. فيما يتعلق بدبلوم التقني المتخصص شهادة التقني العالي للدبلوم الجامعي، فهناك عدة تخصصات كتسيير المقاولات التجارية، المالية والمحاسبات، تطوير المعلومات، الأنظمة والشبكات، كتابة الإدارة، اللوجستيك، الصيانة الصناعية، والمجموع هو 60 تقني متخصص. شروط المشاركة في المباراة أن يكون الشخص مزدادا سنة 1993 فما فوق، أن يكون مغربيا الجنسية وحاصل على دبلوم تقني متخصص أو شهادة التقني العالي أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو ما يعادله في أحد التخصصات المذكورة أعلاه بمعدل عام يعني لا يقل عن 12/20، وذلك خلال الدورة التكوينية الكاملة للحصول على الدبلوم. المترشحون المقبولون المستوفون لشروط المشاركة في المباراة سيرتبون حسب التخصص والاستحقاق اعتمادا على التنقيط المفصل في قرار التوظيف. هذه المقابلات التي سيجريها المتبارون بعد أن يتم انتقاؤهم وفقا طبعا لترتيب النقط، فسيتم توظيفهم طبعا حسب المعاملات التي ترونها في الجدول أمامكم. بالنسبة لأطر البكالوريا زائد 3 سنوات، فالتخصصات المطلوبة على رأسها تخصص المالية والمحاسبة، والذين سيتم انتدابهم في مديرية التفتيش والمراقبة، في أقسام المراقبة بالوكالات الجهوية، بمديرية التحصيل والقباضات، كذلك مديرية التعويضات العائلية والاجتماعية، مديرية شؤون طبية، مديرية محاربة الغش، ومديرية المالية والمحاسبة، كما أن مديرية تدبير الموارد البشرية، مديرية تطوير رأس مال، ومديرية أكاديمية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستحتاج كذلك 4 عناصر. شروط المشاركة في هذه المباراة أن يكون المتباري أو صاحب الترشح مزدادا سنة 1992 فما فوق، حاملا للجنسية المغربية وحاصل على دبلوم الإجازة أو ما يعادله بكالوريا زائد 3 سنوات في أحد تخصصات أعلاه بمعدل عام 12/20 على الأقل. المترشحون المقبولون المستوفون لشروط المشاركة في المباراة سيرتبون حسب التخصص والاستحقاق اعتمادا على التنقيط المفصل، كما أنهم سيكونون مستدعون للقيام أو للمرور بلقاء شفوي بعد ذلك بعد أن يتم انتقاؤهم. بعد ذلك نمر إلى عدد الأطر العليا بكالوريا زائد 5 سنوات، والذي يصل عددهم المطلوبون لدفع طلب الترشيح أو المقبولون 89 منصبا مفتوحون للترشيح، ويهم ذلك مديرية تدقيق، مراقبة التسيير، مديرية تنشيط الشبكة، مديرية التفتيش والمراقبة، مديرية التحصيل، ومديرية محاربة الغش، كذلك مديرية تحسين جودة خدمات المؤمن لهم، مديرية تعويضات التأمينات الإجباري عن المرض، مديرية التدقيق وتدبير المخاطر ومراقبة التسيير، مديرية المصالحة، مديرية المالية والمحاسبة، مديرية التعويضات العائلية والاجتماعية، مديرية المطابقة وحكامة البيانات. كذلك سيكون من المناصب المطلوبة الاكتوارية وتدبير المخاطر، التسويق والأنشطة التجارية، التسويق الرقمي، هندسة البرمجيات ونظم المعلومات، علوم البيانات المعلوماتية، المعلوميات التقريرية، وأمن نظم المعلومات وجودة البرمجيات.
عدد المناصب المطروحة كما ذكرنا هو 89 منصبا مطروحا للتباري. شروط المشاركة: أن يكون المتباري أو صاحب الطلب مزدادا سنة 1991 فما فوق، حامل الجنسية المغربية، وحاملا أو متوفرا على معدل عام يتجاوز 12/20. ستجرى المقابلات الشفوية في حدود عدد المترشحين الذين سيتم توظيفهم مضروب في المعامل المعتمد لكل تخصص، وهذه نفس الأسلوب بالنسبة لجميع التخصصات السابقة كما هو مبين في الجدول التالي. رابعا، أطر في القانون بكالوريا زائد 5 سنوات، ويهم ذلك مديرية الشؤون القانونية وكتابة المجلس الإداري ومديرية المصالحة، وعددهم 5 أطر. شروط المشاركة: أن يكون المتباري لا يقل أو ازداد سنة 1991 فما فوق، حامل الجنسية المغربية، وحاصل على دبلوم الماستر بكالوريا زائد 5 سنوات فيما يعادله في التخصص المذكور أعلاه، أي إجازة في القانون. المترشحون المقبولون المستوفون لشروط المشاركة سيرتبون ثم حسب الاستحقاق طبعا، ثم سيدعون إلى مقابلات شفوية. بعد ذلك نتحدث عن شروط إدماج أطباء العامون، والأطباء العامون قد فتح لهم 10 مناصب، ويشترط فيهم توفرهم على دبلوم دكتوراه في الطب العام. شروط المشاركة: أن يكون مزداد سنة 1988 فما فوق، حامل الجنسية المغربية، وحاصل على الدكتوراه في الطب العام. بعد ذلك نذكر أطباء الأسنان، وعدد المناصب المفتوحة للتباري هو طبيبان أو هما طبيبان. شروط المشاركة في المباراة: أن يكون مزدادا سنة 1989 فما فوق، مغربي الجنسية، وحاصل على الدكتوراه في طب الأسنان. المقابلات الشفوية ستكون أو سيتم تحديدها في أجل لاحق بعد انتقاء وترتيب المتبارين حسب سلم التنقيط. كيفية الترشيح: يجب ملء استمارة الترشيح فقط عبر الرابط المعلوماتي www.recrutement-cnss2023.ma داخل أجل أقصاه 3 جويلية 2023 على الساعة 12 من منتصف الليل، ويعتمد في إثبات ذلك تاريخ التسجيل المؤكد عبر الرابط المعلوماتي. سيتم إرسال إشعار بالتوصل للمرشحين. بالإضافة إلى طريقة الترشيح المذكورة أعلاه، يجب على الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم، مكفول الأمة، قدماء المحاربين أو قدماء العسكريين بإرسال ملفات ترشيحهم أيضا عن طريق مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية للقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، مرفقة بشهادة تثبت صفتهم. كما يجب أن تصل هذه الملفات إلى مديرية تطوير الرأسمال البشري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الكائن مقره بشارع محمد الخامس الدار البيضاء داخل أجل أقصاه يوم 7 من يوليوز 2023. تعتمد مباراة للتوظيف على مقابلة شفوية سيتم إجراؤها بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء من 29 غشت 2023 إلى 9 سبتمبر 2023. سيتم الإعلان عن لوائح المترشحين المدعوين لاجتياز المقابلات الشفوية والجدول الزمني وأماكن إجراء المقابلات، وكذلك لوائح المقبولين نهائيا أي اللوائح الرئيسية ولوائح الانتظار عبر البوابة الإلكترونية للموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي www.cnss.ma وموقع www.emploi-public.ma وبالمقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الكائن بشارع محمد خامس بالدار البيضاء. وأترككم الآن مع مكونات ملف الترشيح المطلوب من المتبارين التوفر عليه. فيما يلي نمر إلى برنامج التعيينات أو برنامج المخصص لهذه العملية لسنة 2023. هذا البرنامج يبدأ من تاريخ 19 يونيو 2023 ويستمر في مرحلة أولى إلى 3 من يوليو 2023، وذلك في إطار إعلان
ونية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بعملية التعيينات، وكذلك استقبال الملفات. بعد ذلك نمر إلى مرحلة اللقاءات الشفوية التي ستكون ما بين 29 غشت إلى 9 سبتمبر 2023. سيلتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعلان اللوائح الرئيسية ولوائح الانتظار ابتداء من تاريخ 14 سبتمبر 2023. مباشرة بعد ذلك سيتم إرسال المراسلات لإعلان وتهنئة الفائزين. في 18 الفترة ما بين 18 سبتمبر و 2 أكتوبر 2023 سيتم استقبال الملفات للفائزين، الأشخاص الفائزين والمقبولين، طبعا بعد اجتياز جميع المراحل التباري. سيتم كذلك عقد لقاءات للتعيين أو لقاءات من أجل إلحاق الأشخاص بالمديريات التي سيعينون فيها ما بين تاريخ 5 أكتوبر 2023 و 6 أكتوبر 2023. التاريخ المتوقع لبدء العمل مباشرة هو 12 أكتوبر 2023. نتمنى التوفيق وحظ سعيد لجميع المتبارين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. سنحاول من خلال هذا البرنامج أن نقدم لكم فيما بعد بعض الأسئلة التي يتم طرحها في مباريات الشفوية، وكذلك التي كان قد تم طرحها فيما سبق في المباريات الكتابية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وحظ سعيد للجميع.